بيبدأ الفيلم مع إليوت الشاب اللي شغال صياد في واحد من المواني، وبيصحى من النوم زي ما هو متعود كل يوم، وبيفتح الصندوق اللي فيه صور باباه ومامته وبيبص على الصور بتاعتهم، وبعدها بيروح على الشغل. وبعد ما بيخلص بياخد فلوسه من مديره إسبن، وبيتكلم معاه إنه هيمشي علشان عنده حفلة مع أوليفر بالليل. وإسبن بيقول لإليوت إنه بيحبه وخايف عليه، وشايف إن الحفلات بتاعت أوليفر دي ملهاش لازمة، لكن إليوت بيقوله إنه هيروح وخلاص علشان ما يزعلوش. وفعلا بالليل بيروح إليوت وبيقابل أوليفر، وأوليفر بيطلب منه يركز علشان الحفلة دي تبقى عيد ميلاد سوزان تايلور، ودي تبقى أرملة فينيس تايلور المطرب المشهور واللي هي أنتجت ليه كل الأغاني بتاعته وخليته على القمة. وكمان هيكون موجود أخوها باتريك في الحفلة، وإليوت بيقول له ما يقلقش وهيحاول يقدم أحسن حاجة عنده. ولما بيدخلوا هما الاتنين بيكون دور إليوت إنه يعزف على الجيتار بس، وأوليفر هو اللي هيغني. لكن الناس في الحفلة بيكونوا مش متفاعلين مع أوليفر، فبيتوتر أوليفر وبيوقف غنى، وساعتها بيقرر إليوت إنه يغني وينقذ الموقف. وبيغني مقطوعة صغيرة وبتعجب كل الناس اللي في الحفلة وبيتفاعلوا معاها. وبعد ما الحفلة بتخلص بيخرجوا هما الاتنين، وإليوت بيكون متعصب وبيفضل يقول لأوليفر انت أحرجتني وأحرجت نفسك قدام الناس، والمفروض كنت ما تتوترش وتكمل غنى عادي. وبيقرر إليوت انه يمشي، لكن المشكلة ان بيجي 3 اشخاص بيبقى ليهم فلوس عند أوليفر وبيطلبوا منه انه يدفع الفلوس اللي عليه، ولما بيرفض بيكونوا عايزين يضربوه. وساعتها بيتدخل إليوت وبيضرب واحد منهم. وبعد شوية بيروح إليوت على قسم الشرطة بسبب اللي عمله ده، وبيشوف ان سوزان تايلور لما عرفت باللي حصل قررت انها تيجي تخرجه، وبتسأله مين اللي ألف ليه الأغنية اللي هو غناها دي، فبيقول لها ان هو اللي عمل اللحن والكلمات وكل حاجة. فبتسأله لو كان عنده استعداد يشتغل معاها ولا لأ، وهي هتخرجه من هنا وهتخليه نجم زي فينيس تايلور جوزها. وطبعا إليوت بيوافق من غير تفكير. وتاني يوم بنشوف ان إليوت قاعد في العوامة بتاعته اللي في المينا وبيتصل على أوليفر، وأوليفر بيكون متضايق منه وبيقول له انا ما طلبتش منك تتخانق مع حد. وكمان بيعرفه ان باباه عرف ان هو مديون لناس كتيرة وعمل معاه مشكلة كبيرة، وكل ده بسببه. علشان كده بيطلب منه أوليفر انه ما يتصلش بيه تاني. فبيمشي إليوت وهو زعلان وبيروح على الشغل، وبيجيله إسبن وبيعرفه ان اللي ضربه ده يبقى دينيس، وده واحد من اهم الناس اللي شغالين في المينا، وهو ما جاش الشغل النهارده بسببه لان عينه ورمه من الضربه بتاعته. وبيقول لإليوت انا على قد اني بحبك، بس لو دخلت السجن هضطر ان انا امشيك من هنا علشان مش عايز مشاكل. وساعتها إليوت بيحكي له عن سوزان تايلور وإنها كلمته علشان تشتغل معاه، فبيقول له إسبن إنهم لازم يروحوا مع بعض مشوار دلوقتي. وفعلا بيركبوا العربية وبيوصل إسبن عند بيت سوزان، وبيقول لإليوت أنا مش هسمح ليك تضيع نفسك ومش هقدر أمنعك من تحقيق حلمك. وبيطلب منه يسيب الشغل ويروح لسوزان، وإليوت بيفضل يقول له أنا مش عايز أسيبك. فبيضحك إسبن وبيقول له أنا لو عليا فأنا ممكن أرفدك دلوقتي وتبقى جت مني. فبيشكره إليوت على كل حاجة وبيعرفه إنه هيدخل لسوزان دلوقتي. وفي الوقت ده بتكون سوزان بتتكلم مع ليلي بنتها وبتقول لها تقعد معاها وما تسيبهمش زي ما هي متعودة تعمل. وليلي بتقول لها أنا من ساعة ما بابا مات وأنا مش قادرة أقعد هنا وقررت خلاص إني هرجع لندن. لكن أول ما بتفتح الباب بتشوف إليوت في وشها، ومامتها بتقول لها إن ده إليوت موهبة جديدة وصوته مميز، وبتطلب من ليلي إنها تكون هي المنتجة بتاعته وتتبناه. وليلي بتقول لها إنها ما عندهاش وقت تضيعه وهو شكله كده مش نجم ولا حاجة. فبتقول لها سوزان تجرب، ولو فشل تبقى تحجز رحلة لندن الأسبوع الجاي. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على الاستوديو، وبتطلب ليلي من إليوت إنه يغني أي حاجة، فبيغني الأغنية بتاعت عيد الميلاد. فبتقوله ليلي إنها عايزة تسمع حاجة تانية جديدة. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بيوصل باتريك وبيسأل سوزان مين ده، ولما بيعرف إنه شاب جديد بيغني بيقول لها تنسى إنها تعمل فينيس تايلور تاني لأنه كان حالة خاصة. لكن سوزان بتقوله أنا واثقة من اللي بعمله وعارفة إن مفيش زي فينيس تاني، بس ده هيكون ناجح وهيكسر الدنيا. وليلي في الوقت ده بتقول لإليوت إن هم خلصوا كده النهاردة وهيبقوا يتقابلوا مرة تانية. وتاني يوم بنشوف إليوت وهو بيحاول يتصل على أوليفر أكتر من مرة، لكن أوليفر ما بيردش عليه، فبيفضل يتفرج على صور باباه ومامته ويغني لهم أغنية. بعدها بيروح الاستوديو علشان يكمل مع ليلي، وليلي بتفضل تقول له أنت مغرور وكمان جاي متأخر وأنا مش شايفة إنك موهوب ولا حاجة. وبعد ما بيخلص وبيمشي بتقعد تتكلم معاها سوزان وبتقول لها إن إليوت فعلا موهوب، لكن المشكلة إنه باعد نفسه عنها وهي كمان بعيدة عنه. علشان كده بتقول لها إحنا لازم نبقى قريبين من بعض علشان ناخد منه أحسن حاجة، لأني حاسة إن عنده أحسن من كده.
وبنشوف إن ليلي قررت تزور إليوت في المكان اللي عايش فيه، وبتعرفه إنه هيجي معاهم بيتهم اللي موجود في مكان ريفي علشان يعمل حاجة زي معسكر مغلق هناك علشان تقدر تحكم هل ينفع يبقى مطرب مشهور ولا لأ. وإليوت بيوافق وبيركبوا مع بعض العربية وبيفضلوا يتكلموا مع بعض طول الطريق، وبيوصلوا هما الاتنين وبيكون مستنيهم باتريك وسوزان وبيقعدوا ياكلوا، وكل واحد بيحكي عن ذكرياته مع فينس والحفلات بتاعته اللي كان بيحضرها آلاف الجماهير والمبيعات بتاعته اللي كانت على القمة دايما. لكن بيكون واضح على ليلي إنها متضايقة وبتقول لهم إن باباها قضى عمره كله للغنى ونسي يهتم ببنته ويقرب منها، وفي الآخر مات وسابها لوحدها. بعدها بتقف ليلي قدام صورتها مع باباها وبتفضل تفتكر في الذكريات، وبيكون عندها صراع جواها ما بين حبها ليه وما بين إنها حاسة إنه ما كانش مهتم بيها، لحد ما بتيجي مامتها وبتسألها ليلي ليه ما ردتيش على التليفون بتاع الفندق في اليوم اللي بابا مات فيه، وبتعرفها إنها كانت مع باباها في الفندق وهو حاول يتصل بيها أكتر من مرة بس هي ما ردتش عليه. لكن أثناء ما كانوا بيتكلموا بيقوم إليوت من النوم فما بيكملوش كلامهم، ومن وقتها بيفضلوا يتدربوا كل يوم ويسجلوا لحد ما ليلي بتحس إنه وصل لمستوى كويس. علشان كده بيقعدوا كلهم مع بعض، وسوزان بتقول إنها هتنشر ليه فيديوهات على السوشيال ميديا على كل المنصات، فبيقول لها إليوت إنه ما عندوش صفحة شخصية، فبتقوله إنها هتعرض الفيديوهات دي على المنصات بتاعة فينس لأنه من يوم ما ماتوا ومحدش بينزل عليها أي حاجة، والجمهور من حقه إنه يسمع حاجة حلوة على صفحة المطرب المفضل بتاعهم. فبيحس إليوت إنها بتستغله وإنها مش عايزة إنه يكون مستقل لوحده وعايزة تحيي ذكرى فينس من خلاله، وبيسألها ليه هتنشر على صفحات فينس وما تعملوش هو صفحة شخصية. فبتقوله سوزان إنهم جابوه هنا بياكل وبيشرب وبيتدرب وهم بيضيعوا وقتهم في التسجيل والألحان وكل الكلام ده، علشان كده هو لازم يرد لهم جزء من اللي بيعملوه ده ويوافق. لكن إليوت بيتضايق وبيسيبها وبيمشي، وساعتها بتخرج ليلي وراه وبتصالحه وبتقوله إنها مش قصدها تضايقه، وإليوت بيتعصب عليها وبيقول لها إن أكيد هي كمان عارفة باللي سوزان قالته، لكنها بتقوله إنه على طول محسس نفسه إن هو الوحيد اللي عايش حياة صعبة مع إن هي كمان عاشت حياة صعبة. وساعتها بيروحوا هما الاتنين وبيقعدوا يتكلموا، وبتسأله لو كان في حد في حياته ولا لأ، وإن أكيد الأغاني اللي عملها قبل كده دي كانت موجهة لشخص معين. لكن إليوت بيقول لها إن مفيش حد في حياته، وهو كان بيغني في أوقات الفراغ أو لما أهله يوحشوه كان بيبص في الصور بتاعتهم ويغني. بعدها بيروحوا هما الاتنين علشان يكملوا البروفات، والأغنية بتعجب باتريك جدا وبيقرر إنه يصورها فيديو وينزلها على السوشيال ميديا، وفعلا بينزلوا الفيديو. وفي نفس اليوم بالليل بتقرر ليلي إنها تروح البيت مع إليوت وبتتفرج على الصور بتاعة باباه ومامته وبتحكي ليه عن باباها وإنه مات منتحر ورمى نفسه من البلكونة بتاعة الفندق بالرغم من كل الشهرة والفلوس اللي كان عايش فيهم دول. والاتنين بيفضلوا قاعدين يتكلموا ويضحكوا وبيقضوا الليلة دي مع بعض. وتاني يوم الصبح بتصحى ليلي قبل إليوت وبتعزف الأغنية بتاعته على البيانو، وبيخرجوا بعدها هما الاتنين علشان يفطروا، وبيجي باتريك وبيعرف إليوت إن الأغنية بتاعته مكسرة الدنيا وطلع ترند ومعدية 500,000 مشاهدة من امبارح بس. علشان كده بيطلب من إليوت إنه يستعد لأن اللي فات ده كان تدريبات، لكن الشغل الحقيقي هيبدأ. وفعلا بيبدأوا يعملوا بروفات ويسجلوا، والأغاني بتنتشر وبيشتهر إليوت وبيبقى ليه معجبين والقنوات بتسجل معاه، وكل ده وهو وليلي مبسوطين وبيحبوا بعض. لحد ما في يوم بيظهر أوليفر مرة تانية وبيقول لإليوت إنه وحشه وجاي علشان يشوفه بعد ما بقى نجم، وليلي بتكون متضايقة لما بتشوف أوليفر، لكنها بتقول لإليوت إنها هتسيبهم مع بعض براحتهم شوية. وبالليل بنشوف إن إليوت وأوليفر سهرانين مع بعض، وأوليفر بيفضل يسأله عن اللي حصل ده حصل إزاي وإزاي سوزان كلمته وعملت كل ده. فبيقول له إليوت إن ده كله حصل بعد الحفلة اللي راحوها مع بعض، وبيكون واضح إن أوليفر شارب كتير وبيقوم يقف وبيفضل يقول إن إليوت وينتر المطرب المشهور قاعد معايا على الترابيزة وبينادي على بنات علشان يتعرف عليهم وبيستغل شهرة إليوت. وتاني يوم بيروح إليوت علشان يحضر الاجتماع اللي مع سوزان وبياخد أوليفر معاه، وسوزان بتكون مستغربة أوليفر بيعمل إيه هنا، لكنها بتفضل تقول لإليوت إن في شركات كتير عايزة تنتج له ألبومات ومعروض عليهم حفلات في أماكن كتير، علشان كده لازم يجهزوا الألبوم بتاعهم
علشان يسوقوا ليه في الحفلات دي، وبيتعرفوا إن في 7 أغاني خلصوا من الألبوم وفاضل 3 علشان يكونوا 10 أغاني. وأوليفر بيعلق على صورة لإليوت موجودة على الترابيزة وبيقوله إنه شكله أحلى من كده، والمفروض الصور تكون ظاهرة إنه شاب وسيم. وليلي بتتضايق منه وبتحس إنه بيتدخل في شغلها. بعدها بيروح إليوت علشان يسجل أغنية، وباتريك وليلي بيكونوا معجبين بأدائه، وأوليفر هو كمان بيقول إن أدائه حلو، لكن ليلي بتقوله يسكت وما يتكلمش خالص لأن وجوده هنا ملوش أي لازمة غير إن إليوت هو اللي طلب منهم كده. وأوليفر بيقعد وهو زعلان وما بيتكلمش، وبعد ما إليوت بيخلص الأغنية بيقول لليلي إنه خارج مع أوليفر. وبنشوف إن أوليفر وإليوت بيتمشوا مع بعض، وأوليفر بيكون عمال يشرب ومش في وعيه، وبيتكلم مع إليوت وبيقول له إن الأغاني بتاعته معظمها مسروق منه، وبيفضل يقول له إننا بدأنا كل حاجة مع بعض وإنت خدت مني كلمات كتير وأنا اللي وديتك الحفلة دي، ولولايا ما كانش حد عرفك، وكل اللي انت فيه ده بتاعي أنا. وإليوت بيتخانق معاه وبيقول له إن سوزان اختارته علشان صوته حلو مش علشانه هو. فبيقول له أوليفر زي ما أنا ساعدتك ووصلتك لسوزان انت كمان لازم تردلي الجميل، وبيطلب منه يسجل له أغنية واحدة بس في الألبوم بتاعه. وفعلا بيوافق إليوت وبيخلي أوليفر يسجل أغنية في الألبوم بتاعه، لكن الأغنية ما بتبقاش عاجبة ليلي ولا عاجبة باتريك، وبيقولوا إن أداؤه وحش وهم ما عندهمش وقت للي بيحصل ده. فبيحاول إليوت إن هو اللي يساعده، وبيفضل يقول له يعيد أكتر من مرة لحد ما ليلي بتزهق وبتخرج بره، وبتقابلها سوزان وبتقول إننا ما عندناش وقت نضيعه في اللي بيحصل ده، وبتدخل بنفسها تقول لأوليفر يطلع بره علشان عندهم تسجيل. وأوليفر بيمشي وهو زعلان، فبتتكلم سوزان مع إليوت وبتقول له إنه كمان يومين هيحضر حفلة في لندن فيها أكتر من 50,000 واحد، والحفلة دي هي اللي هتحدد هل هو كان مجرد ترند وصوت حلو طلع على السوشيال ميديا ولا نجم هيفضل عايش مع الناس حتى بعد ما يموت. علشان كده بتطلب منه يركز، ولو مش قد الموضوع ده يبقى يسيبهم ويمشي. وإليوت بيكون متلخبط وبيخرج من الاستوديو علشان يمشي، لكنه بيقابل ليلي وبتقوله إنها حامل، فبيسكت إليوت وبيكون مش عارف يقول إيه. وليلي بتكون زعلانة وبتقوله يقول أي حاجة لأنها حاسة إنه اتخلى عنها، لكن إليوت ما بيتكلمش وبيسيبها وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيلاقي فيه حريقة كبيرة عنده، فبيجري علشان يلحق البيت لكن الشرطة بتمنعه، وبيشوف أوليفر واقف وسط الناس وبيبصله وبيمشي. فبيفضل إليوت يعيط وبيقول إن صور باباه ومامته جوه وهو كده مش هيبقى ليه ذكريات معاهم. بعدها بيمشي وهو حزين وبيروح لباتريك وبيكون عندهم حفلة، وإليوت بيطلع على المسرح وهو متأثر لكنه بيقدر يغني بشكل كويس وبيخلي الجمهور كله متفاعل معاه ومبسوطين من العرض اللي قدمه. وبيحاول من وقتها إنه يوصل لليلي أكتر من مرة لكنها بتكون خلاص قررت إنها تسافر لندن، فبيفضل مكتئب وبيكون بينام في عربية تبع الاستوديو. فبيروح ليه باتريك وبيقول له إن اللي بيعمله في نفسه ده بيدمر كل حاجة عملوها الفترة اللي فاتت، وبيطلب منه يفوق علشان حفلة لندن. لكن إليوت بيفضل يقول له إنه خسر صديق عمره وشغله وبيته وكمان خسر حبيبته. فبيتكلم معاه باتريك إنه كل حاجة هيقدر يصلحها لو كان قوي وواقف على رجله، وبيقوله إنه لو بص عليه وعلى سوزان وليلي هيعرف إنهم عيلته الجديدة اللي بيحبوه. وفي الوقت ده بتكون ليلي قاعدة في الاستوديو بتاع لندن، وبتتفاجئ إن سوزان داخلة عليها، وبتستغرب ليلي ليه سوزان هنا، فبتقول لها إنهم جايين علشان حفلة إليوت، وبتفضل تتكلم معاها إنها بنتها وبتحبها. وبتقول لها أنتي سألتيني قبل كده ليه ما ردتش على التليفون لما باباكي اتصل من الفندق، وبتعرفها إن باباها كان بيخونها وكان ليه علاقات كتير، علشان كده هي خافت إنها ترد عليه في التليفون علشان كان ممكن يقول لها إن علاقتهم خلاص انتهت. وليلي بتتأثر وبتسألها ليه ما قلتليش قبل كده، فبتعرفها سوزان إنها كانت بتحبه جدا وما رضيتش تقول لها حاجة زي كده علشان ما ينزلش من نظرها. فبتحضنها ليلي وبتقول لها إن اللي اتصل من الفندق ساعتها كانت أنا، لأني وصلت الأوضة ولقيت بابا انتحر وكنت عايزة أحس إن مامتي معايا وقتها. وسوزان بتفضل تعتذر لها وبتوعدها إنها هتفضل معاها على طول. بعدها بيكون في تصوير في برنامج تلفزيوني لإليوت بمناسبة الحفلة بتاعته في لندن، والمذيع بيرحب بيه وبيقول له إنه كسر الدنيا الفترة الأخيرة، وبيسأله عن أغنيته الأولى اللي كلها حب ومشاعر، وبيسأله غناها لمين، فبيقول له إليوت إنه غناها للجمهور كله. فبيطلب منه المذيع إنه يغنيها مرة تانية قدام الكاميرا. فبيقوم إليوت يقعد على الجيتار وبيشوف إن ليلي معاه في الاستوديو وبص عليه من فوق،
فبيفضل باصص عليها وهو بيغني أغنية كلها حب وبيعتذر فيها عن اللي عمله. فبتضحك ليلي علشان تعرفه إنها سامحته، وإليوت بيفضل يفتكر الذكريات بتاعتهم مع بعض وكل الأوقات الجميلة اللي عاشوها بعد ما عرف قيمة ليلي وإنها الحب الحقيقي اللي كان بيدور عليه. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.